عديد من التصريحات اللي كانت بالنسبة لفريق نوروز على المباريات التي تقام على هذا الملعب. جول لنوروز، هدف أول لنوروز في الدقيقة 8، هدف جميل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سدد الكرة وبالتالي هدف أول لنوروز. هدف جميل على ما أعتقد 18 اللي هو إبراهيم محمد هو اللي سدد الكرة وهو اللي سجل هدف جميل للمستضيف، وبالتالي تغيرت النتيجة الآن. واحد من الأهداف الجميلة، إبراهيم محمد يسجل هدف جميل، هدف رائع، استلم الكرة وبالتالي شوف تخلص من موندي اللاعب الكاميروني، وبالتالي بعد ذلك سدد الكرة بهذه الطريقة الجميلة على يمين حارس المرمى علي جبار اللي حاول مع الكرة، ولكن الكرة على اليمين كانت قوية. وهدف أول لفريق نوروز، هدف أول لفريق نوروز، هدف مقابل لا شيء. وسجدة الشكر، قطع للكرة، بعد ذلك المتابعة، كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 للثاني، ممكن جول ثاني لنوروز، ثاني لإبراهيم محمد، هدف شخصي ثاني لهذا اللاعب، دربكة على مستوى خط الدفاع مع حارس المرمى، وبالتالي نوروز يسجل الثاني. وفرحة ولي كريم والكادر التدريبي، والهدف الثاني في الدقيقة 56. في الدقيقة 56 يسجل عن طريق نفس اللاعب فريق نوروز إبراهيم محمد، إبراهيم يسجل ويتابع الكرة، وبالتالي هنا الإعادة. شوف الكرة بالمرة الأولى، حارس المرمى وكذلك المدافع، ومن ثم أسو قدم الكرة ولمس الكرة بطريقة ممتازة. هنا الإعادة، شوف هنا أسو، الله على أسو كيف وضع الكرة وقدم الكرة على طبق من ذهب لإبراهيم محمد، وإبراهيم محمد اللي ما كذب خبر، وبالتالي يسجل. جماهير الأنيق، هاردك للكناري فريق الكرخ، يبقى تقدم. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، وهنا حكم المباراة قريب، وبالتالي الصافرة حاضرة، وحكم المباراة كان قريب. محمد سلمان كان قريب في اللقطة الماضية، شوف الاعتراض على الحكم المساعد، ولكن محمد سلمان كان قريب في التدخل الأخير من قبل حارس المرمى. شوف التدخل، وفرحان شكور وحكم المباراة وركلة جزاء. شوف الإعادة، تدخل من قبل حارس المرمى، وفرحان شكور هو من حاول، وبالتالي لدينا ركلة جزاء الآن. فرحان على التنفيذ بمواجهة فال بهاء، ركلة جزاء الآن. ركلة جزاء، فرحان شكور، فرحان هل يقلص الفارق لفريق الكهرباء؟ فرحان يتقدم وهدف لفريق الكهرباء. فرحان شكور يقلص الفارق في الدقيقة 81 ونحن على بعد 9 دقائق. فرحان شكور يقلص الفارق من ركلة جزاء، وبالتالي يعني وقت المتبقي، وممكن لفريق الكهرباء، ممكن أن يتعادل، وإذا ما أراد فريق نوروز أن ينهي المباراة عليه أن يضيف